ازيكم يا شباب، معاكم سميدة في حلقه جديده من على المكنه. حلقه النهارده كده حلقه سريعه عن حاجه يعني مهمه، وفي نفس الوقت كلنا بنقع فيها. الديسك لوك. للاسف الديسك لوك اللي موجود في السوق المصري كله مضروب قولا واحدا، مفيش ديسك لوك عدل في السوق المصري. الديسك لوك ده انا كنت جايبه برقم وقدره، يعني كنت جايبه قبل التعويم ب 400 500 جنيه، قبل الدنيا ما تغلى، ايام ما كان دولار رخيص عن كده بكتير. حطيته مره في الموتوسيكل. وكنت راكن الموتوسيكل على رمبة على مطلع كده، نسيت وركبت على الموتوسيكل، يا دوبك دوست سنة دبرياج فالموتوسيكل رجع فطق زي ما انتم شايفين كده، ألمونيا فطق. تعالى كده بص، ده اصلا القطر بتاع الحديد بتاعه ضعيف جدا. نفس الكلام بالنسبه لكل الانواع اللي موجوده. طب الحل ايه في رايي الشخصي؟ الحل ان انت تجيب قفل عادي، ويا ريت يبقى الديزاين ده. ليه الديزاين ده؟ المساحه المكشوفه فيه من العمود اللي بيقفل الى حد ما قليله جدا ومخفيه، فلما هتركبه على الطنبوره صعب ان حد يقصه. يعني قفل زي ده عايز صاروخ كبير، مش صاروخ صغير حتى هيقصه. طيب ايه المشكله اللي هتقابلك في نوع القفل ده؟ مشكلتين. اول حاجه ان هو تقيل وممكن يبقى كبير، ما عندكش مساحه تشيله فهتتعسف، يا هتشيله في الشنطه فهيبقى تهمه، هيبقى رزيه. النقطه الثانيه الطنبوره. انا عندي الطنبوره يا دوبك جت على القد، يعني هو جه بزاويه واحده بس يركب فيها زي ما احنا هنشوف كده. يعني هنعمل كده، هو بيركب، فكده هو ركب كده. صعب جدا ان حد يقصه او يعمل حاجه. الحل الوحيد ان هو يكسر الطنبوره، يا هيشيل الموتوسيكل كله. انما بالوضع ده استحاله حد يعرف ينشره ولا يعمل له اي حاجه. ف طبعا فك وتركيبه حوار يعني شويه. فنصيحتي ما تجيبش ديسك لوك، ما تروحش تشتري ديسك لوك ب 200 300 جنيه وتفرح ان هو بيزمر. دي مزايا الديسك لوك ان هو بيزمر، بس هو مش امن. ما هو لو اتكسر وحد يعني قرص عليه وكسر ورماه بعيد، خلاص شكرا. هات لك قفل عادي، مش لازم الديزاين ده، بس حاول برضو يبقى الفكره العامه اللي بحاول اوصلها لك ان المساحه اللي بيقفل بيها تبقى مخفيه، او نفس الديزاين ده، بلاش حرف اليو الكبير ده. وجربه على الطنبوره بتاعتك قدام الراجل الموان، والله ركب خير وبركه. ده احسن بكتير من الديسك لوك اللي موجود حاليا في السوق المصري. يا رب ما نكونش طولنا عليكم، اشوفكم الحلقه الجايه على المكنه.